ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. تعالوا النهاردة نقدم مع بعض مجموعة من الأكلات من غير لحوم بقى ولا فراخ، يعني أكلات اقتصادية وفي متناول الجميع. أول أكلة معانا بطيخة كده زي ما انتوا شايفين، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، حاجة كده اللهم بارك. هنقطع بقى كده البطيخة بتاعتنا بعد ما غسلناها كده واديناها شطفة حلوة تحت المية الجارية. هنقسمها كده نصين، هناخد بقى كده نص ونقطعه ونشيل النص التاني ان شاء الله كده في التلاجة. الاول كده هنسمي الله ونصلي على الرسول وندوق كده البطيخة بتاعتنا ونشوف كده اللون بتاعها والطعم بتاعها. طلعت بسم الله ما شاء الله بطيخة زي العسل، حاجة كده اللهم بارك، والطعم ولا اروع. واهم حاجة فيها انها ناشفة كده ومرملة، وما فيهاش حتت كده مجوفة ولا واخدة لون ولا اي حاجة. اللون بتاعنا طبيعي، وان شاء الله كده تكون برد وسلام على قلوبنا، عشان احنا الايام دي البطيخ واخد لون واخد صبغة حمراء، يعني بتأذي كده المعدة والجهاز الهضمي. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. نقطع بقى البطيخة بالشكل اللي احنا نحبه واللي ولادنا كمان بيحبوه. في بيحب يقطع البطيخة شقايق كده بقشرها، ودي سنة عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي مننا بيقطعها قطع كده ويطلع منها البذر أو اللب بتاعها. بعد بقى كده ما هنقطع البطيخة بتاعتنا هناخدها بقى كده نسقعها في التلاجة، علشان كده يبقى طعمها كده جميل وترطب على قلوبنا في عز الحر اللي احنا فيه. بصراحة الجو حر قوي، ربنا يهونها علينا يا رب العالمين ويكفينا شر النار وعذابها. على البطيخة بتاعتنا ما تسقع بقى، تعالوا نحضر كده مع بعض طبق من الجبنة القديمة. والجبنة القديمة ديت كانت عندنا من فتح الله، يعني شاريينها من فتح الله. تقدري بقى تشتريها كده من اي ماركت او من اي بتوع محلات الجملة اللي هم محلات الجبن، يعني بيبقى عندهم برضو جبن القديمة، وبيبقى عندهم الجبنة المش اللي بتبقى سايلة. هنوضب بقى كده طبق الجبنة القديمة، هنقطع طماطماية وقرن فلفل، ولو عندك برضو خيار ممكن تقطعيه قطع صغيرة، على معلقة من الطحينة، على رشة من الزيت. وهناكله كده احلى طبق جبنة قديم مع البطيخ بقى كده، هيبقى الطعم كده ولا اروع. تقدري بقى تجملي الطبق بتاعك باي حاجة انت حباها، رشة بقدونس، رشة من الفلفل الاخضر. طبعا انا حطيت كده قطع خيار وقرن فلفل اخضر، وكان معانا برضو كيس من الشيبسي، وعيش بقى بلدي كده والطعم بقى الجبنة مع العيش البلدي بيبقى طبعا جميل جدا. حاجة كده يعني في متناول الجميع. وكمان دي أكلة مستحبة مع البطيخ في عز الحر، أو في مشهورة يعني في فصل الصيف. كل سنة وانتم طيبين جميعا. تعالوا بقى نشوف الوصفة التانية بتاعتنا اللي معظمنا بيغفل عنها. وهي ايه بقى الوصفة التانية بتاعتنا؟ العدس ابو جب او العدس الاسمر. معانا بقى كده كوباية كده من العدس ابو جبة. هناخده بقى كده نشطفه نشطفه بقى كده شطفة حلوة، بس ما تشطفوهوش جامد او ما تدعكوهوش بايديكي، علشان القشر بتاعه ما يطلعش مننا. وهنعمل بقى كده طبق عدس بجبة ولا أروع، وطعمه حاجة كده اللهم بارك. الأكلة ديت أكلة أمهاتنا، أكلات الزمن الجميل اللي ما يعلاش عليها ولا يعلى على أكل أمهاتنا. احنا بقى كده بعد ما شطفنا العدس هناخده بقى كده، كان معانا مية مغلية على النار، هنديله كده 3/4 سلقة. وطبعا معانا كده فص توم قطعته شرايح نزلت بيه على العدس، ولو قبلك اي ريم نشيلوه علشان برضو مش مستحب معانا. بعد كده نزلت كده برشة من الكمون، ونسيبوه بقى كده ياخد ويدي مع بعض. عايزينه 3/4 تسوية، مش عايزينه مهري قوي. في الوقت دوت انا معايا كده بصلايه مقطعاها كده قطع صغيره في شويه من الزيت.
طبعا كده استنيتها لما دبلت شوية، ونزلت عليها برضو بقطعة من الفلفل الأخضر، وبرضو معلقة صغيرة من التوم المفروم. نديلهم كده تشويحة كده مع بعض. بعد كده بقى ننزل بمعلقة صلصة، وبرضو نقلبها كده تقليبة حلوة. بعد كده بقى معانا عصير الطماطم، انا كان معايا 4 طماطمات، انت تقدري تقللي تقدري تزودي حسب الكمية اللي معاكي. طبعا هنا نزلت بمعلقة من السكر، مش كبيرة قوي، معلقة صغيرة، وكمان نطرة كده من الكمون، ونطرة كمان من الكزبرة. يبقى هو دولت التوابل بتاعتنا بتاعت طريقة العدس ابو جبة المطبوخ. بعد كده بقى نقلبهم كده تقليبة حلوة، ننزل بقى كده بالعدس بتاعنا زي ما انتوا شفتوا معانا، ونقلبه كده تقليبة حلوة. بعد كده لما غلى غلوتين كده نظبط بقى الملح بتاعه، ونسيبه بقى كده يغلي مع بعضه شوية، ونهدي بقى كده عليه النار. تعالوا بقى نعمل الطشة الجميلة اللي هتديكي بقى كده التست العالي بتاع طبق العدس ابو جبة. ودي طريقة امهاتنا زمان، احلى طريقة واحلى وصفة للعدس ابو جبة. معلقة من التوم المهروس في معلقة سمنة، انا حطيت معلقة سمنة بلدي. بعد كده نزلت كده برشة من الكزبرة، تاخد لون بقى كده، ونطش بيها كده العدس، ونسيبه برضو ثواني كده على النار، وبعدين نطفي عليه النار. وخدي بقى احلى طبق عدس بجبة مطبوخ بالطماطم ومعلقة من التوم المهروس والتوابل بتاعتنا، كزبرة ناشفة وكمون. وطبعا نظبطه بقى كده الملح بتاعنا. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة، وندوق كده مع بعض، والطعم ولا أروع. أحلى وصفة، وصفة العدس أبو جبة المطبوخ بطريقة ونفس أمهاتنا، ولا يعلى على أكل أمهاتنا ونفسهم طبعا في الأكل. والوصفة دي يعني كلنا بنغفل عنها. تعالوا بقى نعمل وصفة كمان وفي متناول الجميع، وهي اقتصادية وموجودة في بيوتنا كلنا. هي ايه معانا بقى كده؟ بطاطساية او بطاطستين قطعتهم مكعبات، وطبعا هحمرهم كده في الزيت، ويعني نحمرهم مستويين، علشان احنا مش هنعوز نسوي بعد كده، او مش هنعمل اي حاجة تاني، ولا طماطم ولا اي حاجة. احنا حمرناها كده في الزيت زي ما انتوا شايفين كده، والبطاطس بتاعتنا مقرمشة ولا شاربة زيت وحاجة كده، اللهم بارك. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة، وسامعين كده صوت القرمشة او الخرفشة، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. تعالوا برضو هنعمل للبطاطس ديت طشة كده جميلة، برضو بمعلقة من الثوم المفروم، بس بقى في شوية زيت، مش سمنة ولا حاجة. لو عايزة تحطي سمنة حطي، بس هي الصح بتاعها يكون شوية زيت. بعد كده نزلت بقرن فلفل اخضر ومعلقة من هريسة الشطة، زي ما انتوا شايفين كده، يتشوحوا كده مع بعض وياخدوا كده اللون الذهبي. ما تغمقيش معاكي قوي عشان ما تبقاش ممررة منك. ننزل بقى كده بالتوابل بتاعتنا، وهي كمون برضو وكزبرة ناشفة. الوصفة ديت من البطاطس بتحتاج رشة كمون ورشة كزبرة ناشفة. بعد كده برضو نزلت كده بنطرة من الملح الابيض بتاعنا بتاع الاكل العادي. يعني ظبطنا كده الملح. بعد كده بقى معلقة كده من الخل نطش بيها كده التومة، وننزل بقى كده على ايه الطبق البطاطس بتاعنا اللي احنا كنا محمرينه. وشمي بقى الريحة، وكلي احلى بطاطس محمرة بالطش او بالدقة. ودايما كده بناكلوها في المحلات بره، وكمان يعني بتبقى بالشيء الفلاني، بتبقى غالية جدا في المحلات. نجمل بقى كده الطبق بتاعنا برشة كده من البقدونس او الكزبرة، وقرن فلفل اخضر، قرن فلفل احمر. وعايزة اقولك ان طبق البطاطس دوت طعمه ولا اروع. وتعمليه بقى كده سندوتشات، تغمسيه بالعيش، يعني زي ما انت عايزة وزي ما انت بتفضلي يا ست الكل. معانا بقى جنب البطاطس ايه؟ هنعمل برضو طبق مسقعة كده، حاجة كده اللهم بارك. طبق مسقعة يستاهل بقكم. انا عندي وصفة المسقعة على القناة من الالف للياء، وطريقة القلي بتاعها، والفيديو كامل على القناة هنزل لكم الرابط بتاعها.
انا هنا كنت قاليه البدنجان طبعا عشان ما حبيتش اطول عليكم الفيديو. كنت مسبكه الطماطم برضو بمعلقه توم مفروم في الزيت، وخد برضو اللون الذهبي. نزلت عليه كده بصلصه الطماطم، لما اتسبكت زودتها شويه ميه، ونزلت كمان بقرنين فلفل اخضر من غير قليه، يكونوا نيين. ده بيدوا طعم كده للمسقعه ونكهه كده جميله. بعد كده بقى نزلنا بالبدنجان المقلي، وخدي بقى كده احلى طبق مسقعة مع طبق البطاطس وطبق مخلل وخيار، او لو عندك بقى اي حاجة انت عايزة تحطيها، بطيخ، اناناس، كنتالوب، اللي هو الشمام، برضو بيبقى جميل ويرطب على القلب في حر الصيف. شايفين البطاطس وجمالها واللون بتاعها، وعايزة اقول لكم الطعم بتاعها بيخطف القلب، حاجة كده اللهم بارك. وصفة اقتصادية وعلى قد الايد. تعالوا برضو للوصفة اللي بعد كده. معانا بقى كده رنجة، تقدري بقى تعمليها بالطريقة اللي انت حباها. تشويها على النار، تحضريها كده، في بيحضروها كده من غير ما يشوها على النار. انا طبعا بحب اشوي الرنجة على النار، بس الرنجة ديت كانت مدخنة، بس للأمانة ما شويتهاش يعني. طبعا هنا انا قطعت كده الرنجة وفصصتها زي ما انتوا شايفين. تعالوا نعمل كده طبق سلطة كده جميل. قطعت بقى بصلاية حلوة من البصل الاحمر بتاعنا، بيبقى طعمه جميل مع الطماطم والفلفل الاخضر زي ما انتوا شايفين. ومعانا سلطة طحينة هناخد منها معلقة، ونقلب كده طبق سلطة الرنجة تقليبة حلوة، وننزل كده بمعلقة خل زي ما انتوا شايفين معانا في الفيديو. والفيديو بتاع الرنجة ده كامل عندي برضو على القناة، تقدروا برضو تطلعوا عليه، وبرضو اسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. بعد كده عندي كده معلقة من الطحينة او من سلطة الطحينة، ننزل بيها كده على الرنجة، بتديها برضو طعم ولا اروع. طبعا برضو مع عصرة نص ليمونة كده، ومع العيش البلدي بتاعنا. وكنا محضرين معاها بطاطس محمرة، وكان الفيديو دوت كان فيه برضو فسيخ وبطاطس محمرة وخس، كنت عاملاه في شم النسيم. تقدروا برضو تطلعوا عليه، واسيب لكم الرابط بتاعه. بعد كده الوصفة بتاعتنا اللي بعد كده هنعمل طبق كشري اصفر، ده طبعا بنحبه جدا، او الكشري الاسكندراني. ودي وصفة جميلة وسهلة وكلنا بنعشقها، وبتبقى جميلة مع البيض المسلوق وطبق السلطة بتاعنا المفضل. وكمان لو قليتي او حمرتي معاها بطاطس، بيبقى برضو وجبة جميلة جدا، وكمان وجبة اقتصادية. انا هنا سلقت مع الطبق دوت بيضتين، وحطيت بقى كده على طبق السلطة عصرة ليمونة ورشة من الكمون. السلطة اللي بعملها مع الكشري الاسكندراني برش عليها رشة كده من الكمون. كنت بقى سلقة البيض، ممكن انتي تحمريه في السمنة البلدي او تدحرجيه في السمنة البلدي، زي ما انت عايزة وبتفضلي يا ست الكل. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم سيبولي دعوة حلوة منكم بتفرحني وبتسعد قلبي. اشوفكم على خير، مع السلامة، باي باي.